مساء الخير ومرحبا بكم في الفيديو مشاهدينا. ما غاديش نطول عليكم، مباشرة غنبداو مع المداخلة ديال البدوية اللي دارتها عند الصديقة ديالها إيمان، طبعا باش تجاوب على هذا الشيء اللي بقيلو القلب بزاف، اللي كان كيروج على تصالح ديالها مع سعيد والاتصال ديالها به، وانهم يتسامحوا يعني ويتصالحوا على اثر هذه المحنة اللي كيدوز منها حاليا. والكلام كذلك اللي غتجاوب عليه اللي راج بانها دعت فيه او قال ديك الكلمه اللي قال هو في المداخله ديالو وصلتها ليه مع شي صديقه ديالهم. غادي نعرفوا مشاهدينا كل هاد يعني الامور هذه على لسان البدويه اللي جاوبت عليها، والرساله ديالها كذلك لسعيد اللي غتصيفط عليه بشكل مباشر من خلال هاد المداخله اللي دارت عند ايمان، واللي غادي نخليكم تتابعوها على لسان البدوية. وعاد غنرجع معكم مشاهدينا، ومن فضلكم قبل ما نتابعوها لايكاتكم كنتمنىكم ما تنساوش ليا، بعض منكم كينساها على الفيديو، فكنتمنىكم ديروها وانتم كتابعوه. نشكركم كلكم، قلت لي ضرب فيا، قلت لي شكرني، قلت لي كلمه طيبه. انا كلكم عندي بحال ولا يمكنني. انا علاش كديروا لي الفتنه؟ واش انا خاصني المشاكل؟ انا ما خاصنيش المشاكل. في هذه المداخلة غادي تلاحظوا بأنه بدوية أخرى مشاهدينا اللي غتسمعوها، بدوية اللي مسالمة وبعيدة على المشاكل، وما بقاتش مازال باغا تدخل في شي مشكل ولا في شي مراسنة ولا في شي نقاش كيف ما بغا يكون، خصوصا اللي كيدور عليها حاليا مع سعيد وبأنه داعية فيه وبأنه باغا ليه الشر وهذا غادي تلاحظوها. لكن قبل ما غتكلم على سعيد غادي تسمعوا شنو غتقول على الخلاف او النقاش اللي دار بينها وبين ايمان، واش فعلا يعني تضاربوا وتخاصموا في الخاص. داكشي علاش ايمان خرجت بهاد الخرجات الاخيره، يعني ولات ما نقولش منقلبه عليها، ولكن ما بقاتش مازال كتدافع عليها. نتابعوها. انا ايمان مسكينه ما متدرجه معاها، ما متعارفه معاها، انا عاد هضرت معاها. انا راني كنت قلت لكم واحد المره ايمان واخا ضرب فيا واحد الوقت وقفت معايا ومع وليداتي وكانوا عندي مشاكل وكانت كتدافع عليا وكتبكي بالدموع، انا ماشي وكرت الخير. فالوعد ديالها هذا طبعا قديم وكتجددو حاليا الايمان بانه ولو تخرج طرفها حاليا، ولو تنقلب عليها كيف ما قالوا لها المتابعين ديال البدويه، ما غاديش تخرج هي تضرب فيها وما غتقول فيها والو، لانه عاقل على التعامل ديالها معها والوقفه ديالها معها فاش كانوا المشاكل في البدايه ديالهم والشكايات وبزاف الحوايج، وبانها كانت كتدافع عليها. طبعا هذا كتعتبره البدويه جميل ومعروف، وبانه على قبله ما غتخرج وما غتضربش فيها حاليا ولو ايمان ضرب. فغادي نتابعوا النقطه التاليه مشاهدينا اللي غتكلم فيها واش فعلا بناتها كذلك اللي هم مريم ورجاء عندهم خلاف يعني تما ومشكل مع هاد السيده ايمان ولا لا. عاد غندوزو الجزء المتعلق بسعيد وشنو غتقول فيه والراي ديالها كذلك في هاد المكالمه اللي دارت ايمان مع سعيد، وهي اللي خلقت كاع هاد القيل والقال وهاد الجدل وهاد الخصومه اللي بينها وبين ايمان. وما ندرج لا مع بناتي لا والو، ما كاينش درج بيناتنا كاع حنا وايمان. حرام، واش كاينه شي حاجه؟ اذا هاد القضيه ديال انه عندها مشكل حتى مع بنات البدويه اللي هما مريم على الخصوص، ما غنقولش رجاء لان رجاء من بعد راسها ما كتواصلش كنظن مع ايمان في الخاص، لكن مريم كتواصل وهذا الشيء اكدته ايمان بلسانها. فما كنظنش واش عندها المشكل مع مريم بحال اللي عندها مع البدويه مع مريم، لانه ايمان مؤخرا فاش كانت يعني كتدوي على البدويه وكتبين بانه مقلقه منها، كانت كتشكر مريم وكتقول بانه ماشي بحالهم وبانه ما عندهاش معها مشكل ويلا دوات معها عكس البدويه. فنكملوا مع مشاهدينا، ودابا غندوزو طبعا للراي ديالها في الاتصال اللي دارته بسعيد، يعني واش هو السبب في هذا الانقلاب وفي هذا الشيء اللي وقع بيناتهم دابا. وطبعا هنا فين غتكلم على الراي ديالها هي كذلك في الموضوع، واش ضد انها تواصل معاه يعني تعيط ليه كيف ما بعض الناس كانوا كينتظروا، او انها ضد ذلك. نتابعوا الرد في هذا المقتطف. ومشاهدينا كنتمنى من فضلكم اللي مازال ما دارش لايك ونسيها على الفيديو يديرها وهو كيكملوا معنا. انا ايمان بغات تهضر على شي واحد داك السوق ماشي ديالي، بغات تدعي مع شي واحد انا ما مزوجاش بيها، انا ما تنحكمش فيها، تهضر مع من بغات. انا تشد الطياره وتمشي عند داك السيد ما عنديش غرام المشكل، ماشي سوقي. فهذا هو الرد ديال مشاهدينا على التواصل ديال ايمان والاتصال ديالها والمداخله كذلك اللي دارتها عند سعيد في المباشر، يعني ماشي غير اتصال فقط، ولات حاليا معاه يعني اون كونتاكت في الخاص
يعني علاقتهم رجعت مزيانه. فالراي ديالها كيف ما سمعتوها البدويه، ما نقولش في الخاص ولكن يوتيوبيا، لانه الخاص ما عرفتش واش تقدر تكون هادشي اللي قالته يعني والاتصال ديال الايمان بسعيد عجبها ولا لا، ولكن في اليوتيوب كيف ما سمعتوا الرد ديالها انه ما غاديش تدخل فيها او ما غتحكمش فيها، وهي حره انها تعيط ليه ولا تواصل معاه، ولو الخلاف اللي عندها مع داك السيد والعداوه اللي بيناتهم. واش ايمان دارتها غير ضد باش يعني حنتش باغا تنقالب على البدويه ولقات هذه سبه؟ كاين الناس اللي كيقولوا هكا في التعاليق، ولكن ما غنفسروش الامور بهذا سوء النيه. كل واحد كما قالت البدويه حر في راسو، ولو يكونوا يعني معاها وكيدافعوا عليها. فهاد القضيه ديال الوصايه بزاف المتابعين الله يهديهم كيشوفوا واحد القناه مثلا كانت كتدافع او كتدافع على واحد الشخص لانه كتامن بانه هو الشخص المظلوم. فاش كتشوفوا بحال هكا مثلا في هذه المواقف تمنى لواحد الشفاء ولا دخل عنده تواصل معاه، يعني كتبغي دير عليه واحد الوصايه وواحد الرقابه وواحد الضغط لدرجه كتبقى تسكريني. وكاين الناس اللي كيصيفطوا شوف يدخل عند هادي كانه ممنوع عليه فقط لانه كيدافع على داك الشخص. وفي النهايه هاد الخلافات كاع اللي كتنوض ما بين هاد القنوات اللي كيكونوا كيدافعوا الاساس ديالها هو كما قلت لكم في شحال من فيديو، ماشي شي حاجه شخصيه، حاجه يوتيوبيه، انه واحد الانسان انت ضده خصني حتى انا نكون ضدك باش نرضيه. وهذا هو كل ما كاين في هذه الخلافات اللي كتنوض بيناتهم. فنكملوا مع مشاهدينا، ودابا فين غتكلم على سعيد والرساله ديالها ليه بخصوص هذا المرض ديالو. واش يعني غادي نقولوش دعي فيه كيف ما كان كيقولوا البعض، واش غتعاطف معاه وغادي يعني ترسل ليه دعوات الخير او العكس؟ نسمعوا ذلك على سنه. انا هضري على من بغيتي انت حره، داك السوق انا خارجني داوي انا داك السوق ديال المرض ولا اللي ناس في الطبيب، كل واحد الله يدير له ربي يمسك الخير. انا ما نسوقش فيك وحد شي عنده الدار. هذه هي الكلمة ديال مشاهدينا البدوية في حق سعيد. كيف ما سمعتوا كيف ما كان الحال قالت فيه كلام الخير، دعت معاه بالخير وما قالت شي كلمة اللي يعني ما تعجبش ولا نقولوا بأنه كتشفى فيه ولا بحال دارت رجاء صفقات كيف ما سمعتوا بواحد الطريقة شوية انا بكل صراحه ما عجبتنيش. ولو تكون كاع فرحانه ماشي بداك الشكل عاوتاني ديال نصفق ونبقى نغني ونبارك ونهدا، تقدر ديرها في الخاص كما قلت لكم، ولكن ملي كتخرج وكتقولها في اليوتيوب وكتصيفطها راك تتعبر وكتعلن على موقف ديالك شخصي. وربما حتى الناس ولو يكونوا عارفين داك السيد اذاك وظلمك وهذا كياخذوا عليك واحد الفكره ما كتكونش الصالح ديالك، كيقولوا هذا الانسان يعني كيشمت، هذا الانسان ما مزيانش، هذا الانسان كيبغي للشر للناس. يعني ولو تكون انت ما قاصدش بحال هاد الامور. فعلى اي البدويه هنا كيف ما سمعتوا ما غنقولش متعاطفه معاه، ما غنقولش بقى فيها، ما غنقولش يعني هاد الشيء، ولكن على الاقل ما قالتش شي كلمه ديال الشر وقالت كلمه الخير فيه. وبطبيعه الحال الراي ديالها بخصوص التواصل ديال الايمان هو هذا. غادي نكملوا مع دابا في هذا الاطار شنو غادي تقول مشاهدينا ونرجع معكم. انا نعيمه البدويه ما بقاش نعيمه ديال شحال هادي. انا تنطلب منكم المسامحه، وعمر المشاكل ما غنديرها، وعمر شي واحد ما غنتعاير معاه، وعمر شي واحد ما غنتشجى به. انا بغيت حاجه وحده. هاد الشيء اللي قلت لكم في الاول بانه هاد المداخله اللي غتتابعوا هي البدويه غادي تشوفوا فيها بدويه واحده اخرى يعني مسالمه ما باغاش المشاكل وصافي تعلمات الدرس كيبان ليا من المشاكل اللي دازوا عليها. يعني كون كانت فعلا باغا غير البوز وهذا، ولو هي حاليا راه محطوطه في شكايات وفعلا عليها العين، ولكن كون كانت يعني باغا غير الخدمه وما كتهم حتى شي حاجه كانت اكيد غتخرج وغدير لايفات في هذا الموضوع وتستغل، سواء تشفى وتطبل سواء بالعكس ويعني ودي راسها بانها متعاطفه معاه وكتدعي معاه. لكن حتى حاجه من هذا الشيء ما داتوش. وكيف ما سمعتوا قالت لهم هذا الموضوع ما بغاتش تدخل فيه، ولكن في نفس الوقت ما كتشفاش في السيد اللي هو مريض، اكيد كتقصد سعيد، وكذلك كتطلب السماحه. كنظن ديك السماحه كتطلبها من الناس بصفه عامه ماشي من سعيد غنقولوا. وكذلك كتمنى ليه الخير كما قالت قبل. وغنسمعوا الطلب ديالها مشاهدينا اللي غتوجهوا للمتابعين هادو اللي هاجموا ايمان في اللايف وفي الفيديوهات ديالها وكيقولوا ليها بانك غدرتيها من درتي داك المكالمه مع السيد، وبانه البدويه ما غيعجبهاش الامر. نسمعوا الرد او الطلب ديالها في هذا الخصوص ورسالتها طبعا ليهم. الله يجازيكم اخوتي المغاربه، انا مشقوا بيا. انا راني ما غندير المشاكل لا مع الطويل ولا مع القصير. شوف اختي الايمان، اللي بغيتي تشكري ماشي شغلي، اللي بغيتي تدخلي ماشي شغلي، داك السوق ماشي ديالي. انا خليوني بغيت ناكل خبيز ونشرب دوايا في يديهم الامانه امانتي.
إذن كانت هذه المداخلة ديال البدوية كيف ما سمعتوها، وعطيتها في الأول عنوان ديال مسالمة، يعني ما بقاتش مازال باغا المشاكل، ما بقاتش مازال باغا تدخل في هاد الحروب اللي كاينه حاليا، وهاد الهجوم ديال اللي قلتي ما قلتيش خصك ديري، خصك تخرجي تشفاي كيف ما هو كان كيدير فيكم. كاين كذلك انواع ديال هاد الناس اللي قالوها في التعاليق عندهم، وكاين الناس اللي كما قلت لكم ضد هذيك الخارجه اللي كانت ديال الايمان او الاتصال ديال عبد سعيد. كيف ما سمعتوا البدويه بهذا الخصوص، يعني كتقول لك انا ما ندخلش فيها وهي حره، وهاد المساله هذه اللي دارت يعني ما غاديش تخسر العلاقه بيناتهم. طبعا هادشي اللي قالت في هاد المداخله. اما بالنسبه للرساله اللي صيفطات لسعيد بطريقتها كيف ما سمعتوا، تمنات ليه الخير، يعني ما قالتش شي كلام ديال العيب كنظن، ولا شي كلام اللي غتعاتب عليه ولا نعاتبوها عليه مشاهدينا. كيف ما كان الحال، كاين ناس اللي قالوا ليها من حقك حتى الا تشفيتي، وكاين ناس اخرين كذلك اللي قالوا ليها لا، راه المرض استثناء وما خصكش يعني تدعي فيه او تشفي فيه. طبعا الناس اللي سمعوا سعيد قال بانه راه تمنات ليه داكشي في الخاص مع واحد الصديقه اللي تواصلت معها باش يعني تقترح عليها انه دوي مع سعيد وتصالح معاه في هذه الفتره. فهي حره مشاهدينا، هي اللي عارفه علاش ما يمكنش لها دير هاد الخطوه هذه وهذا الشيء. كما قلت لكم قبل، العداوه اللي بيناتهم من جهه بناتها كذلك اللي غتخسرهم الا دارت هاد الشيء، وجهه اخرى المتابعين اللي عندهم هذا الراي، ولو تكون البدويه كتقول ماشي سوقها في هاد الناس اللي كيقولوا هادشي، ولكن اكيد حتى هما دايرين لهم اعتبار، غير هو ماشي بنفس القدر اللي دايراه هاد جوج اسباب اللي قلت لكم ديال بناتها، وكذلك ديال الشيء اللي بينها وبين سعيد، وديك العداوه ودوك الخرجات اللي تسببوا في هاد المشاكل بيناتهم. فحتى لهنا مشاهدينا كنظن غنكون وصلنا لنهايه الفيديو. كانت هذه هي الرساله ديال البدويه والمداخله ديالها بهذا الخصوص ديال سعيد، سواء ديال الاتصال ديال الايمان بها او ديال الموقف ديالها هي كذلك من انها تشفى فيه ولا تواصل معاه ولا تدعي معاه ولا تسامح معاه. كيف جاكم الراي ديالها، الموقف ديالها، الكلام ديالها اللي صيفطته هنايا؟ كيبان لكم بانه هاد الشيء هذا اللي دارته ايمان غيخسر العلاقه بيناتهم وغتكون بسبب سعيد. كيبان لكم كذلك الكلمه اللي قالت ديال سعيد وتمنات ليه فيها الخير، قالتها من قلبها، او فعلا الشيء قال سعيد قالته في الخاص ودعات فيه هو الواقع والحقيقه يعني، وما غيمكنش انها تبغي الانسان وصلت معاه لديك الدرجه من العداوه. الخير خليو لي ارائكم في التعاليق، غنتظرها منكم، لايكاتكم كذلك مشاهدينا ما تنساوش ليا، وكنتمنوا الشفاء مره اخرى للاخ سعيد، ونتلاقاو في فيديو قادم باذن الله. الى اللقاء.